ازاي تراجع فرع الرياضه ليله الامتحان؟ طيب ركز معايا كده في الحاجات اللي انت هتعملها. انت اول حاجه عندك لازم انت تراجع القوانين، لو في قوانين او علاقات يبقى اول حاجه بتراجع القوانين. بعد كده بتمسك المصدر اللي انت حليت منه الامتحانات، وليكن حليت من الكتاب كذا، تمسكه كده، تمسك السؤال سؤال فيه تراجع عليه، بمعنى ان انت السؤال ده حليته، كان فكره حله كذا، السؤال ده حليته، فكره حله كذا، هوبا ده السؤال ده توقف معايا شويه كنت ناسي القانون، يبقى نرجع على القانون تاني. فبالتالي لو جالي سؤال زي كده فبالتالي انا حاله ومراجعه عليه، فبالتالي لو جه هيبقى بالنسبه لي انا سهل خالص. اللي هو كان في الاول لو انا بقرا السؤال كده كان صعب، كان في قانون مش عارف وبتاع، فانت بالتالي ايه بتجمع الحاجات اللي والله لا السؤال ده كان فيه فكره جديده، خلاص ادام ما في فكره جديده يبقى انا حليت الفكره ورجعت على الفكره قبل ما اروح الامتحان. والله جاب واحد زيي في فكره جديده، فبالتالي هكون ايه هكون حليته ورجعت عليه، فبالتالي هعرف احله. اهم حاجه ان انت تمسك الاسئله كده اهوت ايه سؤال سؤال، والكلام ده ان شاء الله ممكن يكون عادي تقدر تعمله بعد الفجر، يعني من بعد الفجر ليله الامتحان لحد ما تروح الامتحان تقدر تمسك القوانين الفرع، مثلا فرع اي فرع انت بتمتحنه تمسك قوانين الفرع كلها كده، لو انت مجمعها في ورقه ده فهتبقى كويس جدا بالنسبه لك. تراجع على القوانين، تراجع على ايه اسم درس او كذا، قوانين كذا 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 كذا، بعدين تخش زي ما بقول لك المصدر اللي انت حليت منه، تراجع على الاسئله اللي انت حليتها كلها كده اهو، تشوف السؤال ده والله ايه وحليته صح ماشي، السؤال ده كانت فكرته كذا ماشي، السؤال ده وقفت فيه فتراجع عليه تاني وتحله تاني، مش بتحله بايدك، ترجع على حله كويس تاني. طيب والله السؤال ده كان فيه قانون جديد، كان فيه فكره جديده، تعرف الفكره الجديده، بالتالي كده تبقى ايه بتجمع المعلومات اللي انت حليتها قبل كده، عشان لو مثلا جات لك في الامتحان فيبقى انت حلها وما رجعت عليها. تمام. وفي الامتحان الرياضه ما تخافوش خالص، هو الامتحان زي ما قلنا ولساننا نشف بمعنى صح من ان احنا بقى نقول الامتحان ما بيطلعش، الامتحان ما بيطلعش من الكتاب، الامتحان ما بيطلعش من الكتاب، وان شاء الله الامتحانات هتبقى سهله وموفقين ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.